المساجين في ميريكان كاملين كيلبسوا اللون البرتقالي، ولكن علاش؟ الجواب غادي يصدمك. اللباس البرتقالي ديال الحبس كتشوفوه في الافلام وفي المسلسلات، ولكن واش عمركم تساءلتوا علاش بالضبط هذا اللون؟ الجواب بسيط ولكن فيه تفاصيل كثيره. اول حاجه، في الحبس كيلبسوا المساجين اللباس اللي هو موحد باش ما يبقاش شي حد متميز على الاخر. الهدف هو زرع الاحساس بالعقاب باش يعرفوا المساجين بانهم جزء من النظام ديال الحبس. ولكن علاش اللون البرتقالي وماشي شي لون واحد اخر؟ هذا اختيار مدروس. اول حاجه، هذا اللون واضح بزاف وكيبان مزيان من بعيد، بالاخص في الطبيعه. ملي كيحاولوا المساجين يهربوا في الغابه كيقدروا يتبعوه بكل سهوله. يعني الا هرب شي سجين كيبقى ساهل يتعرفوا عليه واخا يدخل وسط من الادغال ديال الغابه، وحتى الا كان وسط من الثلج. ونزيدكم ساهل باش يتراقب في الكاميرات ديال الحبس. من غير اللون البرتقالي كاين الاحمر وحتى الوردي. البرتقالي كيلبسوه المساجين اللي عندهم جرائم اللي عاديه بحال مثلا السرقه، اما اللون الاحمر كيلبسوه المساجين الخطيرين بالاخص اللي كينتموا لشي كارتيل والعصابات الكبار. اما اللون الوردي راه هو رمز للاستفزاز ديال المساجين اللي ما كيحترموش القانون الداخلي ديال الحبس وكيخليهم ضحكه قدام صحابهم. في الاول كانوا كيستعملوا اللون الكحل حتى نهضوا حقوقيين بالاخص في الصحه النفسيه، واكدوا باللي اللون البرتقالي والاحمر والوردي ما عندهمش اعراض جانبيه بحال اللون الكحل. ايوا قول لنا في التعليقات اش من دوله كتعرف عندها حتى هي لباس موحد، واش من لون كتلبس للمساجين ديالها. عفاط معاد على هذيك لايك ودير متابعه، ومرحبا بك بالعائله ديال الزين. هذا مكان تهلاو.